من سنته عليه الصلاة والسلام على تقوية الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا يريد بذلك القوة البدنية، لأن هذه فطرية يجبل عليها الإنسان، فلا يملك الإنسان من حاله أن يجعل نفسه طويلا أو عريضا. وأما ما يتعلق بالأشياء المكتسبة التي يكتسبها الإنسان من جهة المعرفة والعلم واليقين والإيمان، هذه أمور مكتسبات يستزيد بها الإنسان، بقدر زيادته في ذلك يكون قويا، وبقدر ضعفه يكون ضعيفا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر المؤمن القوي والمؤمن الضعيف قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، إشارة إلى أن القوة يصاحبها الثبات وعدم العجز، وأن الضعف يتلوه في ذلك الانتكاسة والحيدة. إن الأمة بحاجة إلى أفراد ثابتين أكثر من حاجتهم إلى جماعات ليسوا من أهل الثبات وإنما ينتكسون عند الأزمات. من الناس من هو في بيئة ضالة يثبته الله جل وعلا في بيئة كفر وضلال، يثبته الله عز وجل على الحق، ثم يعجب الإنسان من رسوخه وإيمانه وقوته وصموده في وجه التحديات. ينظر الإنسان فيما يقابل ذلك أناس في بلدان مسلمين وبين أناس صالحين أو في أسر صالحين يحيد بهم الطريق عن يمين وشمال، أمارة على أن الإيمان الذي يثبت به الإنسان هو الذي يرسخه في وجه الأزمات والتحديات والابتلاءات والاختبارات التي يجعلها الله عز وجل في طريق الإنسان وتعترضه ولا بد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام رسم طريق الحق ثم قال استعن بالله ولا تعجل وسر في هذا الدرب، واعلم أن ثمة عقبات ستأتيك في هذا الطريق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء يعني في هذا الطريق فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل والاستعانة على الله والالتجاء إليه والاستبصار بأمره وفعل ذلك واجتناب نهيه. أكثر الناس الذين يقعون في ابتلاءات يتبعها انتكاسات. لماذا؟ لأنهم أصحاب ضعف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طريق القوة والضعف وطريق الاستعانة بالله ثم طريق الابتلاءات وحال المنتكسين. الناس يتغيرون من حق إلى باطل بشيء يزلزل قلوبهم، وذلك بشيء من الاختبار والامتحان. مهما بلغ الإنسان قوة لابد أن يأتيه شيء من الزلزلة والامتحان والاختبار. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليست موضع كرامة للإنسان. الكرامة الحقيقية للإنسان هي سلامة دينه لا سلامة الدنيا. ولو كانت سلامة الدنيا هي من جهة الحقيقة كرامة لكان الأنبياء أغدق الناس عيشا وأوسعهم رزقا وأبسطهم يدا في ذلك وأوسعهم ملكا وأبعد الناس عن الأذى والمرض والمصائب والهموم والأحزان التي تلحق البشر وتكدر عليهم صفهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ألحق بأنبيائه نصيبا من ذلك وافرا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يلحق به بلاء ويشتد عليه البلاء وليس من الأنبياء، ولكن الموضع الاختبار ليس بنزول البلاء. هناك من يقتل ومن يحرق ومن يغرق ومن يرد من جبل أو شاهق أو غير ذلك، بل يدفن حيا يحصل له من الابتلاءات ربما لم تحصل من جهة نوعها وجنسها لأحد من الأنبياء. ولكن المراد فيما يقابل ذلك الثبات والصبر، لأن الإنسان لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه، لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه. وبمقدار قوة الإيمان يكون ثبات الإنسان، وبمقدار ضعف الإيمان يكون في ذلك تردي الإنسان وانتكاسته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عبادة الخفاء كثيرا، وذلك لتأثيرها على ثبات الإنسان. لهذا كانت عبادة الليل وقيام الليل أعظم من غيره. الوتر وهي ركعة واحدة أعظم النوافل على الإطلاق وهي متعددة. لماذا؟ مع كونها ركعة، لأن العبرة ليس بالعدد وإنما العبرة بخفاء العبادة، فكان موضعها في الليل. أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر، أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر. وقد روى ابن عساكر وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أنه جاءه عمران فقال له هل أنا من المنافقين؟ قال له أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافق. ولهذا كثير من الذين يتعبدون لله عز وجل بالعلانية وعبادة السر عندهم ناقصة أو زائلة، فإنهم يشكون كثيرا من جانب الرياء والسمعة. وما من أحد يرائي الناس إلا وعبادة السر لديه معدومة. صلاته في العلانية هل تشابه صلاته في السر من جهة الخشوع والإطالة والخضوع؟ هل يستويان أم لا؟ إذا لم يستويا فلينظر أن الفارق بينهما هو النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم
بين في مواضع كثيرة، وكذلك أيضا في آية القرآن كثير، أن العبادات هي تزيد في جانب إيمان العبد وقوته وثقله، وهذا له أثر على ماذا؟ على رسوخ الإنسان وثباته عند الابتلاءات والشدائد والمحن وغير ذلك. ما من أحد إلا ويهز في البلاء والامتحان، وذلك ربما بنكوص الناس عنه أو بوجود تيارات مواجهة له، تيارات شركية، تيارات بدعية، تيارات فكرية ضالة تواجه الإنسان. ولهذا في موضع مداخل الشيطان على الإنسان أنه أسهل مواضع التغيير على الإنسان، تغيير الحقائق في قلب الإنسان، هي مواضع الابتلاءات التي تأتي الإنسان موضع لهجوم الإنسان على قناعات الإنسان ليغيره. لماذا؟ لأن القلب والفكر رقيق جدا فيقوم بتشكيله. ولهذا الله عز وجل ذكر عن حال الصحابة لما بلغت القلوب الحناجر، ماذا ذكر الله؟ قال وتظنون بالله الظنون. من هم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يعني أن موضع الابتلاء يظنون في ذلك أن هل هم على الحق أو ليس بحق، يأتي الإنسان نوع من الأفكار أو نحو ذلك، لماذا نحن على هذا وهذه الشدة وهذا الابتلاء. إذا قوي يقين الإنسان وثباته لم يغتر، رجع فلان عن الحق أو لم يرجع، جاءت رياح أو لم تأتي رياح، يبقى في ذلك ثابتا. ولهذا كان إمام الثابتين عليه الصلاة والسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسخ وثبت مع شدة الابتلاءات والاختبار والامتحان. ولهذا ما أمر الله عز وجل الناس في كتابه العظيم أن يدعوا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ حتى تكون هداية الله عز وجل للإنسان أثبت. ولكن الناس يسألون الله عز وجل الهداية على الصراط المستقيم، ومع ذلك نرى الناس يضلون. لماذا؟ لأنهم يسألون الهداية ولا يتفكرون بقلوب ساهية لاهية. والإنسان إذا دعا من غير تفكر وحضور قلب هذا هذيان، لا يسمعه الله. ولهذا أكثر الناس يأتون على الدعاء في سورة الفاتحة، هذا وهو من أعظم إن لم يكن أعظم دعاء يأتون إليه، يتلونه تلاوة كتلاوة العجم لا يتدبرون فيه، وهو أكثر دعاء يتلوه الإنسان في يومه وليلته. ومع ذلك يرى الإنسان الناس تضل، ويرى حيدة الإنسان ربما نفسه عن الحق في كثير من المواضع وهو يتلو هذه الهداية. هل الله عز وجل ما استجاب؟ لا، إنما أنت دعوت بذلك هاديا كحال النائم. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يسمع. الناس يرون الحق كما تراه أنت، لكن لا يوفقون إلى الهداية. من الناس من هم علماء ولكن لا يوفقوا إلى العمل بعلمهم الذي هم فيه، ومن الناس من علمهم في ذلك قليل ولكن يوفقون للعمل بالقليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شدة وامتحان واختبار وابتلاء نزل عليه هو الابتلاء المعنوي وليس الابتلاء، لأن الابتلاء المعنوي شديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من ذلك كثيرا. كثير من الناس يظن أن الابتلاء أن الإنسان إذا فقد ماله أو فقد ثروة أو ولد أو غير ذلك، بل إذا لحق الإنسان شيء من المعنويات وسلبه الله عز وجل شيئا من ذلك كان ذلك أشد عليه وأنكر. أن من وسائل الثبات هو العلم بالحق والعلم بالباطل، وليس وسيلة منفردة، فربما يعلم الإنسان ويضل، ولكنه مع تلك الوسائل، لأن الإنسان كلما كان أبصر بالحق لم يتزحزح عنه. لماذا؟ لثباته به، كحال الإنسان الذي يقال له هذا حائط وهذا أرض أو نحو ذلك، فيعلم موضع الحائط من غيره، وهذه بلدة كذا من هذه الجهة، وهذه بلدة كذا من هذه الجهة. يبعد أن يلبس عليه وأن زيف الناس، وإن وجد من الألواح المكتوبة أن بلدة كذا إليها سهم وبلدة كذا إليها سهم، يخطئ الألواح. لماذا؟ لثباته وعلمه بأن هذه البلدة هي بلدة كذا، وأن الألواح من وضع هذه اللوحة هو مخطئ. لهذا لم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة في أمر دين أو دنيا إلا أن يسأله في زيادة علم، وقل رب زدني علما. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعباده ولتوحيده، وبهذا اشترك سائر الأنبياء على هذا الأمر، فيدعو إلى توحيد الله ويعمل به وينهى عن الشرك بسائر أنواعه، وذلك شرك الباطن وشرك الظاهر وكفر الباطن والظاهر من التوجه لغير الله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى من الأضرحة والقبور والطواف عليها والنذر لها والسجود لها من دون الله، أو سؤالها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغفران الذنوب وإعادة المفقود وغير ذلك مما لا تملك به نفعا ولا ضرا. فهذا ضرب من ضروب الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وإن كان أولئك ينطقون بالإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء ينطقون بالشهادتين ولا يدركون ولا يعملون بمعناه.
وإنما يذكرونها كشيء من الأذكار العامة والترانيم التي لا يعرفون حقها، كما ينطقها الأعجمي في الصدر الأول فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله ولا يعلم حقيقتها. وإنما كان يمتنع عنها كفار قريش لأنهم يعرفون معناها. إذا قام الشر بين ظهراني الناس ويرونه ويحارب الله عز وجل بذلك فيعبد من دون الله ويكفر ويلحد به، والإنسان في ذلك منصرف عن جانب توعية الناس في هذا، فهو يبعد شيئا فشيئا عن العمل بالعلم الذي تعلم، ويبعد كذلك عن منهاج النبوة. لهذا الأضرحة والقبور التي توجد في بلدان المسلمين هي بذاتها مؤداها كما كان كفار قريش يعبدون الأصنام، بل كانوا يعبدون عند الكعبة عند البيت الحرام، وكانوا يعظمون إبراهيم. وقد يكون من الابتلاء والاختبار والامتحان أن يوجدك الله عز وجل في موضع شرك أو موضع شر ليختبر ما عنده.